إنجاز جديد. رونالدو يتوج بجائزة مارادونا من جلوب سوكر. توج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي النصر السعودي بجائزة مارادونا ضمن جوائز جلوب سوكر 2023. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد إن شاء الله. يبدو أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر لن يضيع وقته أبدا خلال الفترة الحالية، حيث توج بجائزة عالمية جديدة. وقدم رونالدو موسما استثنائيا على المستوى الفردي رفقة العالمي ومنتخب البرتغال، وتصدر قائمة هداف العام الميلادي في العالم برصيد 54 هدفا. وحصد رونالدو الجائزة المقدمة من مجلس دبي الرياضي بعد منافسة شرسة مع الفرنسي كيليان إمبابي والإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند. كما أن الحساب كشف عن أن رونالدو أصبح الهداف التاريخي للعالم برصيد 873 هدفا، حيث ينافس أيضا على جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط واللاعب المفضل لدى الجماهير في حفل توزيع جوائز دبي جلوب سوكر الذي سيقام يوم 19 يناير الجاري. ويسعى كريستيانو رونالدو إلى مواصلة ظهوره الجيد مع النصر لحصد بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الفريق الوصافة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر. ويتصدر رونالدو قائمة هداف دوري روشن السعودي الموسم الحالي برصيد 20 هدفا، متفوقا على الصربي ألكسندر متروفيتش نجم الهلال بفارق 3 أهداف.